انت دلوقتي طالع تقول لي ان انا بقلد الكابتن فلان وعايز تعمل. هو قايل الاسم بس انا مش عايز اذكر اسماء ولا عايز اخلط نفسي بحد، ولا انا عايز اقلد حد، ولا عايز ابقى بشبه على حد. انا بعمل محتوى لنفسي ومش عايز ولا ليا رغبه ان انا اقلد حد. ولو هتقلد حد تقلد حد ناجح عادي، ده مش عيب. بدل ما تقلد حد فاشل لا قلد الناجح، فده الصح يعني مش عيب انك تقلد اصلا. بس انا حابب اشتغل بهوايا بمزاجي بطريقتي، ماشي. وعايز تعمل مشاهدات، حسبي الله ونعم الوكيل. الناس عمالة تصور مش عارف حتى يكتب صح، تصوصو من التسعيرة وانت طالع تهجص علشان تعمل مشاهدات. ربنا وقف حالك. اللهم انت، اللهم انت، وكل واحد حسب نواياه يتحاسب، ماشي. عشان تطلع تدعي عليا انا عملت ايه غلط؟ ماشي يابا، انا عملت ايه غلط؟ انت مش هذكر اسمك بقى، هو تعليق عندي. بس لو عايز اذكر اسم اللي انت بتقولي بقلده، ولا عايز اذكر اسمك، انت لا تعني ليا بشيء اصلا. اولا يا حبيبي انا مش طالع شغل دماغي لا بمشاهدات، ماشي، ولا شغل دماغي لا بفلوس، ولا شغل دماغي بالهوبا لالا اللي هي ايه فكرك فيها دي. اولا هي المشاهدات كده كده بتيجي لوحدها من المحتوى الناجح، ماشي. وانا الحمد لله مش اول قناه ليا، انا عامل قناه واثنين وثلاثه، ماشي، ودخلتهم وشغلتهم وتراجعوا وجابوا فلوس وقبضت بالدولار قبل ما يكون دلوقتي ايه يتلغي موضوع الدولار والناس بقت تقبض بالجنيه. فانا كنت بقبض من ايام الدولار يا بابا، ماشي يا حبيبي. فدي نقطه. يعني انا طالع بعمل اليوتيوب ده لهواية عشان انا بحب يوتيوب، بحب تصوير وبتاع. فمش حتى يعني لو بالعقل كده مش هتطلع تلاقي واحد طالع بداية اول قناته ولا لسه ما قبضش منها حاجة ولا يعرف حاجة فيها هيطلع يشتغل بكاميرا نظيفة، هيطلع يبقى معاه مايكات، هيطلع يبقى معاه عدة. لا انا قديم اصلا، بخلاف محتوى الاوبر او السيارات عموما، ماشي. فانا الحمد لله مش شاغل دماغي بالحاجة ديت، اللي هو ايه شاغل دماغي بالمشاهدات وبتاع. انا اعرف ادير اموري واعرف انجح القناه الحمد لله والكلام ده. بس انا طالع فور فن، طالع ان انا حابب الموضوع، ماشي. فحبيت اشارك واوضح لكم مثلا بقى النقاط اللي هي ايه السلبيه للناس الجديده والحاجات اللي انا كنت بحبط منها في الاول. فبخلاف المشاهدات انا اعرف الحمد لله اجيب مشاهدات عادي واعرف انجح قناتي، وده شيء مش عيب. فمش بقلد حد عشان اعرف انجح او اعرف اعمل، لا يا بابا، ماشي. اما الكابتن بقى واللي انت بتقول عليه طالع اقلده، لا انا طالع الحمد لله ربنا وفقني، ماشي. والشخص اللي انت بتقول عليه ايا كان حلو ولا وحش، الحلو حلو لنفسه والوحش وحش لنفسه. إيه بس انا مش طالع اقلده عشان ترتاح، ماشي. انا طبعا قدامي كل الكباتن بتظهر قدامي كل المحتوى، فكله بيجيب كله وبتفرج على كله. انا اللي شجعني اكتر حاجه كابتن انطوان، وطبعا انتوا عرفتوا على عيني وراسي، راجل محترم وما اعرفوش يعني. انا كل ده معرفتي بيه اللي هو المتابعه بس، انما انا ما قابلتوش شخصيا واتشرف بيه يعني. فده اللي خلاني اتشجع اطلع. اولا عشان هو بيقدم محتوى نظيف، مش معنى كده ان التاني بيقدموا محتوى وسخ في المعنى يعني، لا، محتوى نظيف ان هو ايه بيصور بطريقه حلوه، عنده اهتمام في الكواليتي الكاميرات عشان انا بحب الحاجه دي. فانا شفت بقى عنده كاميرا وبتاع وبيطور ومايكات، فانا غاوي الكلام ده وغاوي التصوير وغاوي المايكات وادوات التصوير. مش محتوى نظيف ان التاني بيصور بكاميرا تليفونه عادي يبقى راجل مش تمام، لا. يعني انت ابدأ باللي معاك ايا كان نوع محتواك، خلاف الاوبر ايا كان محتوى ابدأ باللي معاك، مش لازم تروح تجيب حاجة طخ على طول، لا. لكن هو اللي شجعني فيه كده. ثم الحاجة التانية اللي شجعتني بقى اكتر اطلع اشارك اللي هو في عز اللي احنا فيه ده. طبعا قبل التسعيرة ما تزيد بتاعت البنزين الاخيرة دي، ما شاء الله بيجيب الكيلو بسعر كويس. فده عجبني. وهو طلع يتكلم برضو عندي على القناه بتاعتي ان انا طلعت اول فيديو ليا طلعت اتكلمت عن الكيلو ب10، فبسببه هو كان سبب الحمد لله. فانا ما بنكرش حد، فهو راجل شغال صح وانا اشهد له عن تجربه. انا جربت واشهد له ان هو صح. وبالتالي انت بقى اللي جاي يذم فيا ده، انا الحمد لله بيقول لك انا شغال تسعيره مش عارف ايه في عز
انا طلعت اتكلمت بعد البنزين كمان ما زاد، واديكوا شفتوا بتصوصو متسية تصوصو بقى. ده اللي هو العويل. في عز اللي انا فيه ده انا راجل مبتدئ والحمد لله طلع اخد التسعيره باحسن ما يكون فيه، بياخد باحسن مني ماشي، وربنا يبارك للجميع. بس انا ان انا واحد لسه يعتبر جديد، ما زلت جديد، خليني متوسط وباخد بالسعر ده الحمد لله ب10 وب11 وب12 وب13 واوقات ب20 واكتر كمان. بوريكم طبعا انتوا عندي لغايه لما خدت الكيلو ب50 وشفتوا عندي، مش على طول طبعا بس يعني اهو المينيموم بتاعي لما الدنيا بتبقى قافشه خالص واخد بصفر والدنيا واقفه باخد الكيلو ب8 لما بتكون وبقيت اليوم بيسند والاقي نفسي مغطي في الصافي الكيلو ب9 او ب10 واديكوا بتشوفوا. ففين بقى عايز البلبله دي؟ الحمد لله انا ظابط الكيلو بتاعي فما تجيش تتكلم عليا. وطبعا انا منزل لك فيديو مش من اللي هو بتباهى وبتفاخر واتعنطز، ما عادي الشغل كله يعني الناس اللي زي ما انا هقبل انت ممكن تقبل وغيري يقبل بالاوردرات، ما الاوردرات موجوده مش سحر ولا شعوذه. بس اديك شفت في الاخر الحمد لله انا ظابط الكيلو بتاعي. ده اللي حبيت اوضحه لك واوريك، ومش بوري عنطزه، لا انا بوري بشجع الناس وبوري الناس ان الحمد لله الدنيا شغاله للناس اللي هي ايه مش عارفه يعني وبتخبط زي في الاول. فده حبيت اشاركه، تبنيته من بعد كابتن انطوان، حبيت اثبت ده كمان بس ماشي. فانا لا طالع اقلد اللي انت بتقول عليه ولا غيره، ولو هقلد حاجه معينه هقلدها في الصح مش هقلدها في الفشل. فممكن يوم من الايام اقلده في حاجه، الحاجه دي اعرف انها اكيد هتكون صح، فانا ما عنديش مانع اقلد بس اقلد في الصح. بس انا دلوقتي الحمد لله شغال بطريقتي وشخصيتي وباريحيه. انا ما بحبش اطلع اصلا اتكلم واقلد حد هتلاقيني طالع مبرجل وبتاع، لا انا طالع ارتجالي كده براحتي، لا محضر حاجه، لا محضر سكريبت، لا محضر ورقه وقلم وكاتب هقول ايه واعمل ايه. بص انا شغال بطريقتي وبالحاجه اللي تعجبني الحمد لله. والحمد لله انا عن نفسي انا كده دلوقتي واحصاءاتي وكل حاجه بتقول ان انا الحمد لله ماشي في طريق نجاح. ده الحمد لله. مش انت بقى اللي تيجي تتكلم عليا وتيجي تحاسبني، لا عليك انت يا بابا. لو قصدك بيا حاجه غلط ان شاء الله ربنا يردها عليك انت حبيبي، ما تقلقش هتيجي على دماغك يا بابا. فاتمنى الخير لنفسك واتمنى للباقي، هتتمنى الشر ربنا هيعوده عليك ماشي يا حبيبي. فاقعد انبر وحاسبن براحتك ما يشغلنيش، على دماغك يا بابا. فده اللي حبيت اطلع اتكلم عنه النهارده. ومش معنى ان انا طلعت مره واثنين وثلاثه قعدت اعرض لكم الارباح وبتاع زي ما انا قلت لكم من شويه، لا هي عنطزه ولا هي كده، انا بس طلعت اعملها كاثبات حاله، وبالذات كمان بعد ما البنزين غلي ماشي. واديني نازل اشتغل، انا مش هنزل اشتغل في خساره، وانا سبق وقلت لكم لقيتها بخساره بريح والله، ومش هقبل مشوار في عز الخساره الا مشوار يكون كده فوق عدل في الناجح. كلها فاشله وكلها نايمه هروح ماشي يابا. ف مش معنى ان يوم يومين، وده طبيعي في الشغلانه دي على طول الشهر، انك هتلاقي كام يوم واقعين يبقى كده الشغلانه تقفل ولا. فكل شغلانه فيها سلبياتها وايجابياتها ماشي، كل شغلانه فيها سلبياتها وايجابياتها. ف مش هطلع انا اشتغل بخساره ولا هطلع اشتغل بفشل. انا الحمد لله قبل البنزين ما يغلى، هو غلي كده مره واثنين وثلاثه يعني، بس انا بتكلم عن الفتره الحاليه بتاعت شهر اكتوبر دي، وبعد ما غلي الحمد لله مش فارق معايا. ليه مش فارق معايا؟ مش بروح اعبي بنزين ببلاش، لا عشان انا ظابط اموري. اللي تقول لي بشغال غلط وبشجع الناس في غلط، فين بشجع في غلط وهي اصلا الموضوع باين بسكرينات وانا منزل منين بقى؟ وليه في الاخر العداد والمشاوير مثبوت فيها كل وقتها ومسافاتها، فهيجي منين اصلا ان انا اوهم الناس او اتكلم في ده؟ واقع، ده واقع، حاجه معروفه اهي. ف اللي زيك كتير ولسه هنلاقي منك كتير اصلا، فده عادي يعني. بس انا حبيت بقى ايه اعمله كمرجع للي زيك واللي هيجي بعدك. والله ما اعرف هنعمله بعنوان ايه الفيديو ده، فعادي. وقبل كده في مجال تاني في قناتي القديمه اللي فاتت واللي فاتت، نفس العينه بتلاقي منها كتير.
يعني في ايا كان المحتوى، ايا كان اللي انت بتقدمه، هتلاقي اللي جاي يقلل منك ده او جاي يعيب فيك. عربيات غير عربيات، محتوى ترفيهي، محتوى جيمنج، محتوى تعليمي، والله كل المحتويات هتلاقي فيها كده. فده انا متقبله جدا. بس داخل بقى تحاسبن عليا وسنة وهتشتم والكلام ده، لا، انا هردك واظبطك، ما يشغلنيش. ماشي، مش لا، هقفلك وهردك واظبطك، بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى اللايكات والاشتراكات، يعني انا شايف الحمد لله الاحصاءات طالعه تمام، بس ظبطونا بقى، توصوا في اللايكات والاشتراكات، ونشوفكم في فيديوهات جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.